احكي لكم قصة أثرت فيا قوي. أخ بيحكي عن قصة حصلت في حياته. بيحكي عن أخته. بيقول إن أنا أختي كبيرة كانت ربنا رزقها نعم كتيرة قوي. كانت ناجحة جدا في المدرسة، دخلت جامعة كويسة جدا، اتخرجت من الجامعة واشتغلت في وظيفة مرموقة جدا، اتعرفت بشاب واتجوزوا. الشاب ده كان ذو منصب مرموق، كان ناجح جدا. وكل ده مع جمال أختي كانت جميلة جدا جدا. بعد الفرح رحت أنا وبابايا وبنت خالتنا عشان نبارك لأختي في البيت. بنت خالتي كانت على النقيض تماما. جمالها كان بسيط جدا جدا، ما كانتش اتجوزت لسه، ما كملتش تعليمها، كانت على النقيض من أختي تماما. المهم بابايا طلب من أختي إن هي تعمل قهوة، وعملت القهوة كانت من غير وش، طعمها وحش جدا. فبنت خالتي عرضت إنها تدخل وتعمل هي فنجان القهوة. بنت خالتي طلعت بفنجان القهوة بوش فظيع، طعمه رهيب، بابايا عجبه جدا. بنت خالتي قعدت طول القعدة تمجد وتعظم في قد ايه هي احسن حد في العالم بيعمل قهوة. انا بصراحة استفزيت جدا، بالذات ان بابايا كان بيدعمها جدا، على الرغم ان انا والدي اصلا مش طبيعته كده. لا، ده فضل طول القعدة يشكر في فنجان القهوة بتاعها وقد ايه احلى قهوة هو شربها في حياته. وانا بصراحة اختي صعبانة عليا، وانا مش واصل في دماغي ولا فكري بابايا عمل كده ليه. روحنا البيت انا متضايق جدا من والدي. كلمت معاه سالته انت ليه احرجت اختي بالمنظر ده، ويعني الموضوع ما كانش مستاهل، ده فنجان قهوه. قعدتوا تتكلموا عليه طول القعده. قال لي ساعتها جمله ما نسيتهاش لحد دلوقتي. قال لي يا ابني، لما يبقى اللي قدامك لا يملك الا فنجان القهوه، ارفعه، اشكره. هو ما عندوش غيره، هي لا تملك في حياتها الا فنجان القهوه. فهمت ساعتها والدي كان بيقصد ايه. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه، ان لما تعرفوا حد لا يملك في حياته الا فنجان القهوه، عظموها، لان هو ما يملكش غيره. ولما انت يبقى عندك حاجات كتيره قوي، ما تقعدش تعظم كتير فيها قدام الشخص ده، انت بتجرحه قوي.